صباح الخير او مساء الخير على حسب التوقيت اللي بتتفرجوا فيه على الفيديو. ازيكم عاملين ايه؟ طبعا زي ما احنا كنا شايفين الايام اللي فاتت في جامعه وكان في حاجات كتير قوي، فما كانش عندي وقت كتير اصور فيديوهات، بس النهارده ان شاء الله راجعه لكم فيديو حلو قوي. انا في كليه خدمه اجتماعيه. تمام. طيب ايه علاقه ده بان انا انزل تدريب في المدارس؟ ما هو في خدمه اجتماعيه في سنه ثالثه، يعني سواء كليه او معهد. انا ما اعرفش معهد بصراحه، بس خليني في الكليه بتنزل تدريب على حسب انت حابب ايه. طبي، الحس النتيجة كان كل مدارس بقى تخصصه، يعني ممكن تنزل مدارس مراقبة، بس ممكن تنزل مدارس أخصائي زي ما أنا كده. لا، الحاجات دي كلها يعني بيبقى فيه كذا قسم. كل المجالات ممكن تنزل فيها تدريب الميداني بتاع تالتة. طبعا هو مش ترم، لا ترمين سنة. المادة دي معانا ترم أول وترم تاني. فأنا اخترت أنزل تدريب ميداني للمدارس، لان انا بحب الاطفال جدا، بحب اتعامل معاهم قوي زي ما انا شفتوا كده في الفيديوهات. بيبقى في كيمستري بيني وبينهم حلوه قوي، نعمه كبيره طبعا. عشان كده انا اخترت انزل التدريب ده. نعمل ايه في التدريب؟ احنا بنروح الاخصائيين الاستشاريين بتوع المدرسه نفسهم، احنا نازلين عندهم في للاخصائيين نفسهم. مثلا بنقول لهم احنا مثلا الفرقه الثالثه جامعه حلوان، احنا عباره عن 5 بنات 9 بنات 10 بنات، اقصى حد بيبقوا 11 بنت. نروح هما بيوزعونا ازاي؟ نتعلم بقى كل حاجه عن الاخصائي. في اللي بيعمل مصالح للمدرسه، يعني مثلا يكتب ورق اخصائي. في اللي بينزل فصول، وانا بنزل فصول بحبها قوي. في اللي بينزل تدريب ميداني للمدارس بس في الشوارع بقى، يعني فاهمين قصدي؟ على حسب بقى طبعا الحاجات دي بتبقى اختياري مش اجباري، يعني مش اول ما بتدخل عليهم يقول لك انت هتروح كذا وانت هتروح. لا، حابه تعملي ايه؟ ده بيبقى الرك على الاخصائي اللي هيبقى في المدرسه نفسه، انت وحظك او انت وحظك. الحمد لله بجد حظي الحمد لله كويس قوي. نزلت مع بنات كويسه جدا جدا، بناتها وخلاص. والاخصائيين اللي هناك حلوين قوي الحمد لله، بيعاملونا بجد بجد بما يرضي الله وكاننا بناتهم. وخصوصا ميس رشا، انا عمري في حياتي ما هنسى الوقفه اللي هي معانا دي، وقلبها علينا وفعلا مش بتدقل علينا خالص خالص خالص. ربنا يبارك لها في صحتها وفي اولادها يا رب. ده بجد نعمه كبيره قوي ان لو انت دخلت المجال ده ولقيت صحاب المجال نفسهم كويسين وبتوع شغل. يعني لو مش بتوع شغل انت هتبقى نايم ولا هتفهم حاجه وهتستوحش تسويحه عنب. ليه؟ لان في اخر السنه الحاجات اللي احنا درسناها في اول الترم او في تاني الترم بنسالك حضرتك استفدت ايه من التدريب الميداني؟ طيب عملت ايه لما كان لقيت طالب عمل وعمل وعمل؟ فاهمين قصدي؟ كل ده بتتسال عليه شفوي، وبيبقى طالب منك بحث، فانت مش عارف حاجه ولا عملت حاجه. فازاي بقى هتدرس كده؟ اول حاجه المفروض تقول يا رب عليها انك تلاقي مؤسسه كويسه جوه المدرسه. يعني تلاقي مثلا تشكيل نظامي حلو واخصائيين بتوع شغل، وانت لو لقيت نفسك بتاع شغل مثلا قدامهم هيوفقوا معاك ويمشوا الدنيا معاك ويعرفوا كل حاجه. لو انت فعلا حابب المجال ده او لو انت حابه المجال ده، انا متحمسه له قوي قوي. طبعا انتوا مستغربين كميه الورق اللي قدامي، يعني 9 ورقات. انا مش عارفه ابدا من انهي واحده. ممكن كنتوا تستغربوا ايه الورقات دي كل ورقه منهم مكتوبه ليا بكل حب. بكلم سعادتك بكل حب. عايزه بس اقول حاجه، الناس المستغربه وانا بنزل تدريب ليه في مدارس. بصوا انا زي ما قلت لكم اللي متابعني انا كويس وعارف انا بدرس ايه، فانا هقول من اول برضو، لان اكيد الفيديو ده جام شويه هيبقى فيه ناس جديده، فهوضح لكم دلوقتي. يعني انا مش عارفه انا متحمسه بصراحه. قبل ما افتح الورقه انا كنت عايزه اقول ان انا مطلبتش طبعا انهم يعملوا لي جوابات والكلام ده، لان في ناس كانت فاكره. بس يلا بينا نشوف الورق ده في ايه. اول ورقه، يلا نبدا بالورقه دي. الناس كلها فاكره ان احنا مثلا لما نقف عليهم او كده بنطلب منهم بقى يعملوا. لا، انا كنت قاعده لقيت البنت جات لي وادت لي الورقه دي اول ورقه انا خدتها، انا فاكره. بعديها بقى واحده ورا واحده، مش ممكن اعمل لك جواب. انا قلت له ماشي، تعالى. طيب عشان ما اطولش عليكم بقى يلا بينا نبدا الفيديو ونشوف معانا اول جواب. طبعا انا مش عارفه اساميهم، في منهم كاتب اساميهم، بس يلا بينا نبدا. اول جواب مش عارفه هتشوفوا ولا لا، هحاول اخليكم مش عارفه. ميس بسمله
بحبك يا ميس بسملة حبيبتي، شكلك حلو قوي يا حبيبتي يا حبيبتي يا حبيبتي. يا سلام 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 يا سلام. بعشقك يا ميس بسملة، بحبك حبيبتي والله والله يا حبيبتي يا روحي يا قلبي. يا سلام، وقلبين هنا وقلبين هنا. بحبك يا ميس بسملة. بسملة اذكر كام كلمة بسملة. ندخل على اللي بعده. لا دي عاملة حاجة حلوة اوي. الجواب بقى هنا لو انتوا شايفين هنا. ياسمين يا ميس بسملة يا روحي يا قلبي، بحبك اوي بسملة. لاف ياسمين. جماعة بجد عاية، تسلمي لي يا ياسمين يا قمر، حلوة اوي بجد. نبدأ بتالت جواب. يلا بينا نبدأ. فنون جميلة اوي. ايه ده؟ في ايه؟ يعني تقريبا نسيت تعمل الجواب. اهرامات ماشي، وشمس وسحاب وعصافير، بس مفيش جواب. يعني ما انتوا شايفين كده. حلو، تسلميلي. بس انا مش فاهمة يعني. حلو والله، رسمة حلوة بس انا فين؟ نبدأ بربع جواب. يا رب اتكلم. بحبك يا ميس بسملة، بحبك يا ميس بسملة، وانا بحبك. العيال دي عسل والله، انا اللي بعشقكم. طيب نبدأ برابع جواب. لا البنت مكلفة اوي. بصوا مش عارفة هي بنت كده ولا شكلها بفتح كده. الحاجات دي انا كنت بعملها وانا صغيرة بجد. الايام بتلف والله. يا راجل ده احنا عبرنا اسهل من كده. معلمتي بسملة، انا احب معلمتي ميس بسملة. ندخل على رابع واحد. ندخل على خامس واحد. يلا بينا نفتح خامس واحد. لا بجيهم. هو عشان انا بتعكس الكاميرا فتحت هيروغليفي اهو. I love you. انت بحبك يا ميس بسملة، بحبك يا قلبي بسملة. I love you. وانا I love you more والله بجد. حلوة اوي. المشكلة ان الجوابات دي اتعملت في دقيقتين، انا ملحقتش اعرف هم عملوا كل ده امتى، فبجد فرحت اوي. كده كام؟ ادخل على سابع واحد. طيب هنشوف دلوقتي السابع. بصوا ميس بسملة، بحبك اوي اوي يا احلى ميسي، يا احلى ميسي، يا احلى ميس. ماشي المدرسة كلها قلبي بحبك يا ميس بسملة يا قمر. جوابات للنهاية بقى، ان هو يعني يلا وقت ما تخلص بقى نحبش. وانا كمان بحبك والله. هنا في قلبين. عايزة اقولكم ان كل البنات دول اصلا عندي على القناة، لان انا امبارح كلام خدني وكده فعرفوا ان انا عندي قناة على اليوتيوب. فهي مسؤولين من الاسم بقى ومش عارفة ايه، فكتبت لهم الاسم على البورد بالطول والعرض كده، وراحوا عملوا لي سبسكرايب كلهم. انا بجد بحبهم قوي. استنى رابعة. نبدأ بتامن واحد. هاي ده اللي قبل الاخير. تحسوا احنا شفناه قبل كده صح؟ نفس القلوب وكده. ميسي بسملة. مش عارفه ايه ميسي، يعني انا مش ميسي والله، بس ماشي مقبولة منكم. ميس بسملة قلبي، بحبك اوي اوي اوي، وانا بحبك اوي اوي. بس انا كان نفسي تكتبوا اسمك والله عشان يعني اعلمها وافهمها. حلوة اوي. واخيرا وليس اخر جواب. هي عاملة بالقلم الاخضر، فانا ما كانش مش شايفاه كويس، فهحاول اوريها لكم اهو. ميس بسملة من بين وعلامة بحبك. ميس بسملة بحبك يا قلبي، يا قلبي بحبك يا ميس بسملة. والله نفس المعنى. ايش هذا والله نفس المعنى. عاملة قلب مكتوب عليه بسملة، وإشارة مرور مكتوب عليها بسملة،
وبحبك يا قلبي. مش بسمة والله يا جماعة، يعني انتوا بتعملوا على يعني ماما. ده الكنز بتاعي يا جماعة بجد. انك تحب طفل او طفل يرتاح لك، او اول ما تدخل كده يبقى في قبول بينك وبين طفل، فدي نعمة لا تقدر بثمن بجد، ويعني ولا تقدر بأي شيء أصلا. فبجد احمد ربنا جدا على النعمة دي. أنا مش عارفة ايه اللي أنا بقوله ده، بس يلا بكون يعني كده في آخر الفيديو، وأتمنى يبقى في فيديوهات كتير أوي الفترة اللي جاية حلوة ملهاش علاقة ببعض. كل اللي عارفة إن أنا فيديوهاتي مختلطة. إن شاء الله الفيديو اللي جاي يكون حلو، وأتمنى يكون الفيديو البسيط ده عجبكم. شكرا جدا 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 لكل بنت تعبت وخدت من وقتها ومجهودها ومن ألمها وحبرها وقطعت لي ورقة من عندها كتبت لي الجوابات الحلوة دي. الجوابات دي أنا عمري ما هنساها ولا هرميها وأحتفظ بيها. وأشكركم جدا يا حبايبي، وإن شاء الله أشوفكم أنجح الناس ومكسرين الدنيا كلها. شكرا اللي كمل الفيديو للاخر. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، ولو انت اول مره تتفرج عليا طبعا اعمل سبسكرايب وفعل جرس الجرس عشان يوصل لك كل جديد. واكتبوا لي في الكومنتات عايزين فيديوهات ايه عن الفتره اللي جايه وانا هعمله ان شاء الله. وشكرا واشوفكم في الفيديو اللي جاي.